بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. يقول سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يسلك بنا الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية الحسنة ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. قال سبحانه: قل كل يعمل على شاكلته، أي على نيته. كذلك أيضا نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وهكذا قوله: ولكن جهاد ونية، شاكلته طريقتي وما ينوي إليه. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا شوف غير الرواية التي في أول البخاري، هذا رقم 54. والأول هذا قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، هذا حدثنا عبد الله بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، عندك يا محمد، ما معنى النية؟ ما هي النية لغة؟ القصد، تنوي كذا، تقصد كذا. واصطلاحا النية اصطلاحا قصد العمل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا تعريف النية، يعني لغة واصطلاحا. لغة بمعنى القصد، واصطلاحا عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا باب عظيم من أبواب العلم، وهو النية. النية أمرها مهم، ينبغي للمسلم أن يهتم بإصلاح نيته. فالنية باب عظيم من أبواب العلم ومن أبواب الفقه. وهذا الحديث ذكره الإمام البخاري في 7 مواضع من صحيحه، حديث إنما الأعمال بالنيات. ومعنى إنما الأعمال بالنيات أي إن صحة الأعمال وقبوله عند الله تعتمد على النية. فالعمل نفسه كالصلاة أو الصدقة قد يكون عبادة يثاب عليها أو عادة لا أجر فيها، وذلك بحسب نية صاحبها. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أن الإنسان يجازى على حسب قصده. من نوى الخير أثيب، ومن نوى غير ذلك لم يكتب له أجر أو قد يؤاخذ. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا فقال: من هاجر لله، يعني يريد الأجر من الله عز وجل، فكانت هذه بارك الله فيكم يعني إثابة. ومن كان يعني هجرته لغير ذلك، شيل هذه. فمن الفوائد المستنبطة للحديث النية شرط في صحة قبول الأعمال، وهي شرط في أركان الصلاة وفي أركان في صوم رمضان وهكذا. كذلك تصحيح النية أهم من كثرة العمل. يمكن تحويل العادات إلى عبادات من طريق النية، مثل أكل بنية التقوي على طاعة الله. هذا الحديث قال العلماء يدخل في جميع أبواب الدين، حتى قال الإمام الشافعي يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه. فالمسلم عليه أن يكثر من النية. لو نوى من الصباح مثلا أن يعود مريضا، أن يتصدق، أن يشيع جنازة، يزور المقابر، نوى الصوم من اليوم الأول فلم يقدر. فالأكل والشرب هو عادة للشبع وللري، لكن إذا نوى به المسلم التقوي على الطاعة على العبادة تصبح هذه عبادة يؤجر عليها. هكذا النوم عادة أيضا، لكن قد ينام بنية الاستيقاظ لصلاة الفجر أو النشاط في العمل يكتب له أجر. العمل والدراسة فقط يعني قد يكون لكسب المال، شيء مباح، لكن لو أراد به عفاف نفسه، إعالة أسرته، نفع الناس، مساعدة الآخرين، كذلك الصدقة أمام الناس ليقال كريم لا أجر له فيها،
لكن إذا نوى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فخلاصة الموضوع أن العمل قد يكون عادة، ولكن يستطيع الإنسان بحسب نيته أن يحول ذلك إلى عبادة. فلذلك قال العلماء يعني ينبغي المسلم أن يصلح نيته على مدار اليوم والليلة، وذلك بارك الله فيكم أن النية تنقلب على صاحبها وتتغير، حتى قال سفيان: ما رأيت شيئا أشد علي من إصلاح نيتي. فلذلك يقول العلماء: من أصلح سريرته أصلح الله سيرته، ومن أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس، ومن أصلح آخرته أصلح الله له دنياه. فالنية أساس لقبول الأعمال ومحركها القلبي، فهي تميز العبادة بعضها عن بعض، وكذلك أيضا شرط لقبول العمل الصالح كما تقدم معنا، وهي يعني باب من باب الإخلاص لله عز وجل. وهكذا فيها تفريج الكربات ويسير الأمور، وكما في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. وهذا باب واسع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا وأن يوصلنا إلى مقاصدنا وأهدافنا الطيبة، وأن يعيننا وإياكم على شكره وذكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.